لو أنت من الناس اللي مهتمية إنها تدرس في ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. سواء أنت طالب جاي ألمانيا تدرس بكالوريوس أو ماجستير أو سنة تحضيرية أيا يكن، وحتى أوز بيلدونج، أكيد طبعا بيجي في دماغك أول حاجة إيه أفضل مدينة هعيش فيها، وإيه أفضل جامعة هدرس فيها أو كده. خصوصا يا صديقي يعني ألمانيا فيها أكتر من 2000 مدينة في ألمانيا كلها، متوزع على المدن دي كلها، يعني ما يعادل أكتر من 400 جامعة. السؤال كده كده هيجي لك في البداية، بس أنا شايف إن يعني السؤال ده مش منطقي في البداية، فالإجابة في البداية يعني أنهي جامعة أو أنهي مدينة كويسة، إن الإجابة في البداية مش هتفيدك في إنك تختار المدينة الصح إنك اللي تعيش فيها أو الجامعة الصح اللي تعيش فيها. تعال أقول لك ليه من وجهة نظري. تعال معايا في الفيديو ده، يعني هسهل عليك يعني السؤال ده كله وإزاي تختار بسهولة وكده. أول حاجة لو أنت جاي تدرس في ألمانيا، لازم أول حاجة تعملها إنك يعني تشوف أنت ناوي تدرس إيه، مجال إيه أول حاجة، وتجمع عنه معلومات. وليكن أنت حابب تدرس مثلا انفورماتيك أو كمبيوتر انجينيرنج أو كده يعني، فأنت أول حاجة بتجمع معلومات عن المجال ده. وزي ما اتكلمت قبل كده، موقع الداد بتحب تخش تدخل تشوف من عليه، أو بتكتب حتى كمبيوتر انجينيرنج ان جيرماني على جوجل عادي، أو حتى إنك تدور في كل جامعة جامعة. فبعد ما بتدور في جامعات كتيرة، إما من على موقع الدات، إما تكتب على جوجل زي ما قلت لك مثلا كمبيوتر انجينيرنج باتشلر ان جيرماني، وتجمع معلومات كتيرة. تمام، أو تدخل جامعة جامعة، وبعد كده تنظم معلوماتك دي، يعني تجمع المعلومات اللي أنت يعني تنظم المعلومات اللي أنت جمعتها. يعني مثلا وليكن ظهر لك وليكن 100 جامعة، تنظمهم وتشوف مصاريف مثلا كل واحدة، اللي هو زي ما أنا اتكلمت قبل كده، مصاريف كل جامعة لا تتجاوز من 100 ل 500 يورو تقريبا في السنة. اللي انا بتكلم عليه ده اللي هي الجامعات الحكوميه مش الخاصه. فانت بتشوف كل جامعه، بتعمل لسته كبيره بالجامعات اللي انت شفتها اللي فيها المجال بتاعك، بالمصاريف بتاعتها، بمواعيد التقديم مثلا بيبدا من كذا بينتهي كذا. بعد دي اسمه انت بتنظم المعلومات اللي انت جمعتها، شروط كل جامعه، شروط اللغه بتاعتها، المتطلبات وطريقه التقديم، هل هي بتقدم لها مباشر للجامعه، هل هي بتقدم لها عن طريق الاون اسيست اللي انا اتكلمت قبل كده عنه في فيديو برضه. وتشوف المعلومات دي كلها وتجمعها. لما تجمع كل المعلومات دي عن المجال اللي انت حابب تدرسه، هتلاقي ان في بعض الجامعات فيها متطلبات، يعني انت هي مش يعني هي صعبة عليك، او مثلا بعيدة عن مؤهلاتك او كده. فانت هتحس ان دي خلاص دي بعيدة او صعب القبول فيها نسبيا. وفي نفس الوقت هتلاقي بعض الجامعات مثلا الشروط بتاعتها متوافقة معاك، واللي هو انك هتقدر تحصل منها قبول بسهولة جدا. فبعد كده انت اول حاجة هتبدأ تستبعد الجامعات اللي هي مثلا لقيت ان متطلباتها صعبة او كده. فبالتالي هيبقى عندك جزء الجامعات اللي هي مثلا اللي انت شايف ان القبول بتاعها تمام ومتطلباتها متوافقة معاك وكده. بعد كده يعني هتتحط في حالتين. اول حالة وهي انك يجي لك مثلا قبول واحد بس من جامعة واحدة وفي مدينة واحدة، فبالتالي انت مش هيبقى عندك اختيار. ليه؟ لأنك اوريدي معاك قبول واحد، وشرط السفارة هي يكون معاك قبول الجامعة، شهادة اللغة، حساب البنكي أو الضمان المالي اللي اتكلمت عنهم في بعض الفيديوهات اللي فاتت. في الحالة دي أنت مش هيبقى عندك اختيار مثلا تختار بين مدينة أو تانية أو كده. ممكن يكون القبول اللي جالك ده إما في مثلا ربما يكون جالك في مدينة كويسة والجامعة كويسة ومصاريف مثلا واللي هو الشغل في الجامعة كويس أو الشغل في المدينة دي كويسة. يعني عموما يكون جالك كل الاختيارات كويسه، فبالتالي هتسافر ما فيش اي مشكله. طب لو مثلا القبول اللي جالك الوحيد ده، لو جالك مثلا اللي هو القبول الوحيد اللي جالك ده في عكس الكلام اللي احنا قلناه، مثلا في المدينه سمعتها مش كويسه، الجامعه مش قويه قوي، مثلا الشغل فيها كويس مش كويس، شغل سيء يعني في المدينه دي، فانت بتبدا تفكر هل اروح ولا ما اروحش. فوالله من رأيي يا صديقي إنك تروح. يعني هي السفارة اللي هي لما حد بيقدم على فيزا الدراسة، يعني ما بتطلبش غير شهادة اللغة وقبول جامعي والحساب البنكي. فأنا من رأيي إنك تروح. ولما بتروح على ألمانيا أنت بتقدر تغير الجامعة بتاعتك عادي بكل سهولة. وده اللي هكلمكم عنه في فيديو قريب جدا، ازاي تغير جامعتك لما تيجي ألمانيا لو انت مش حابب المدينة او مش حابب الجامعة او كده. تاني حاجة او تاني حالة انت ممكن تتحط فيها، وهي انك يجيلك اكتر من قبول. فأنت لمّا ييجي لك أكتر من قبول، في هذه الحالة أنت بقى تقدر تسأل السؤال ده، اللي هو أروح أنهي جامعة وأنهي مدينة.
في هذه الحالة أنت بتشوف بقى كل جامعة، يعني مثلًا بتشوف الجامعة دي كويسة والّا لأ، بتشوف المدينة بتاعتها، هل الشغل بتاع الطلبة فيها كويس والّا لأ، بتشوف كل حاجة عن الجامعة وعن المدينة قبل ما بتختار. فالسؤال في البداية أو الإجابة عمومًا يعني مش منطقيين، فأنت لازم تسأل السؤال ده لمّا ييجي لك أكتر من قبول. وفي هذه الحالة أنت بقى بتقدر بقى تجاوب أو بتقدر يعني تحل مشكلة أو تقدر تختار المدينة اللي مناسبة معاك أو الجامعة اللي مناسبة معاك بعد ما بتيجي لك أكتر من قبول، تختار بقى كل مدينة أو كل جامعة على أساس الحاجات اللي أنا قُلتها لك من شوية، هو الشغل والمدينة قوية والّا لأ وكده. وفي هذه الحالة أنت هتعرف تختار صح ساعتها. وخلّيك مثلًا حصلت ظروف مثلًا وأنت ما كانش معاك غير قبول واحد وقدّمت بيه على السفارة، وبعد ما قدّمت على السفارة جالك مثلًا أكتر من قبول من جامعات تانية كنت حابب تدرس فيها. عادي جدًا يا صديقي، أنت هتقدّم عادي بالقبول الأولاني اللي جالك وتروح على ألمانيا، لمّا تروح ألمانيا تروح على المدينة اللي أنت عاوز تدرس فيها، هتسجّل فيها، تعمل فيها التسجيل والجامعة اللي أنت عاوز تدرس فيها اللي هي التانية هتسجل فيها برضه، وبتسجيلك في المدينة وبتسجيلك في الجامعة تقدر تنقل تقدر تعمل إقامتك أو تغيّر إقامتك من مكتب الأجانب اللي هو الأولاني اللي أنت جاي عليه من مصر، لمكتب الأجانب التاني، يعني الموضوع مش صعب يعني، وقريبًا هاتكلم لكم عن إزاي تغيّر جامعتك لمّا تيجي هنا ألمانيا لو حبيت تغيّرها أو كده. اتكلمت عن الموضوع ده لإن اتسألت كتير جدًا يعني في السؤال ده في البداية، فأنا شايف إن في البداية مش منطقي، يعني في البداية مش منطقي إنك تسأل السؤال زي ده. وأنا من رأيي الشخصي اختيارك للجامعة أو للمجال بتاعك اللي هتدرسه ده أهم من المدينة. أنت أول حاجة بتحدد المجال اللي أنت عاوز تدرسه وتشوف الجامعات بتاعته، وبعد كده أنت بتحدد على أساسه المدينة اللي أنت حابب تعيش فيها أو يعني اللي فيها الخدمات كويسة وكده. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو حد عنده أي سؤال بخصوص الموضوع ده يكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم كلكم إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو جديد. إن شاء الله برضو الفترة اللي جاية بحاول أجمع معلومات كتيرة عن أفضل مدن للطالب يلاقي فيها شغل، لأن كتير اتسألت سؤال من ده إيه أفضل مدينة ألاقي فيها شغل وكده. فإن شاء الله الفترة اللي جاية إيه بجمع معلومات عن إيه أفضل مدن اللي الطالب يقدر يلاقي فيها شغل بسهولة يعني وكده. فشجعوني بقى بلايك كومنت سبسكرايب.